الوصفه ديال اليوم هي بسبوسه الكريم. غادي نحتاجوا ليها جوج ديال البيضات مع جوج الكيسان ديال الحليب، واحد الخماره حمراء، 4 كيسان ديال السميد الناعم، ساشي ديال الفاني، وغادي نحتاجوا نص كاس ديال السكر. في واحد الاناء غادي نضيفوا نص كاس تاع السكر. من بعد غادي نزيدوا عليهم جوج البيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ونزيدوا ساشي ديال الفاني ايديال، ونحركوا مزيان. نحركوا الخليط ديالنا حتى يتجانس. في هذه المرحله انت تقدري تنسمي باش ما بغيتي. انا نسمت بالايديال، يعني انا نسمت بالفاني. انت تقدري تنسمي بالقرفه، تقدري تنسمي بقشور ديال الحامض او لا قشور ديال الليمون، على حسب انت اشنو باغا تنسمي. يعني انت اللي بغيتي الطعم ديال البسبوسه ديالك كيفاش يكون. انايا نسمت بالفاني. نخلطوا الخليط ديالنا مزيان، ونخلطوه حتى يبان لينا القوام ولا كريمي. يعني السنيده تكون دابت، ما يبقاوش دوك الحبيبات تاع السنيده، حيت الا بقاو الحبيبات تاع السنيده فاش نكونوا كنصاوبوا البسبوسه ديالنا وهي كطيب غادي تحرق. هذاك الشيء علاش في هذه المرحله نحاول انني نخلط الخليط مزيان مزيان. تقدري تستعني بالفوي او لا تقدري تستعني بالخلاط الكهربائي. انا في هذه المرحله استعملت غير الفوي، يعني ما استعملتش الخلاط الكهربائي. دابا غادي نزيد كاس ديال الزيت. كيف كتشوفوا انا قلت لكم نتوما تقدروا تستعملوا كاس ديال الزيت، تقدروا تستعملوا 4 كاس قلاروب. وغادي نحرك الخليط ديالي مزيان حتى يبان ليا القوام ولا كريمي، حيت نتوما كتعرفوا الا زدنا الزيت للبيض كيعطينا واحد القوام اللي هو ناعم زوين، يعني كريمي كيف كنقولوا. وغادي نزيد جوج الكيسان ديال الحليب. نتيا في هذه المرحله الا ما بغيتيش ديري الحليب تقدري ديري ياغورت طبيعي، ولكن في الكريم احنا غادي نحتاجو اننا نديرو الياغورت طبيعي. داكشي علاش اكتفي بجوج كيسان ديال الحليب. غادي نخلط الجميع مزيان، ونحاول انني نزيد عليهم 4 ديال الكيسان ديال السميد الناعم. الكاس اللي عبرتي به هو اللي غادي تعبري به جميع المكونات في الوصفه ديالك كامله. انايا عبرت بكاس بقياس العنبه، يعني المكونات ديالي كاملين بقياس العنبه. نتيا تقدري ديري كاس اخر ولكن غادي تكملي به جميع المكونات. نحاول انني نخلط الجميع مزيان، ونزيد عليهم ساشي ديال الخميره الكيماويه. في هذه المرحله انا نسيت ما زدتش معلقه تاع الخل. نتوما غادي تزيدوا معلقه تاع الخل الا كانت متوفره، الا ما كانت متوفره ماشي مشكل. ونحاول انني نخلط الخليط مزيان. غادي يبان لكم في هذه المرحله بان الخليط ثقيل، ولكن انا اكتفيت بانني نخليه هكا. نتيا الا بغيتي تخليه، الا بغيتي تخليه هكا لكن اختيار، بغيتي تخففيه تقدري ديري نص كاس ديال الحليب باش تخففي الخليط ديالك. غادي نجيب واحد اللاطه وندهنها بالزيت اولا الزبده. غادي نحاول انني ندهن اللاطه ديالي مزيان من الجوانب كاملين، على وديت انه حنا كنعرفوا بان السميد كتلتصق. ودابا غادي نرشوها بالسميد الناعم حتى هي باش نضمنوا انها ما غاديش تلصق لينا وتحترق. نحاول انني نوزع السميد على اللاطه ديالي كامله، ومن بعد نصب فيها القوام كامل. نحاول انني نرفع الاناء اللي انا خلطت فيه باش تجي معنا طالعه، يعني الكيكه او البسبوسه ديالي تجي طالعه، حيت هذه المرحله حتى هي مهمه. وكنضمنوا بانه ما يكونوش هبطوا ليها الفقاعات، كيكونوا هبطوا الهواء كي كنقولوا كيكون هابط. دابا لا، غادي نضمنوا انه ما غاديش يكون هابط. وخصوصا خصنا نخبطوها فوق سطح العمل، يعني نخبطوا اللاطه ديالنا فوق سطح العمل. كنضمنوا اننا نوزعوا الخليط ديالنا كامل بالتساوي، وكذلك يكونوا الفقاعات او لا لي غاز كي قلنا ولا الهواء كلهم خرجوا من الكيكه ديالي. هنايا في هذا الوقت دخلتها الفران، خدت ليا 25 دقيقه، وكل واحد وعلى حساب الفران ديالو. انا في هذه المرحله خدت ليا غير 25 دقيقه حيت الفران ديالي خفيف كيطيب بالزربه. وفي الكريمه ديالي غادي نحتاج نص كاس تاع السكر، على حسب اننا درنا السكر درنا نص كاس في العجين ديال البسبوسه. وغنحتاج واحد العلبه ديال فريمونطال او الجبن الطري، انت كل واحد كيفاش
يعني كل واحد ويدير اللي بغى. يعني انا درت فريمونطال، تقدر انت ديري بيرلي، جوج ديال بيرلي الا ما كانش متوفر عندك. انا الحجم ديالو 350 غرام. وغادي نحتاجو جوج الكيسان ديال الحليب وجوج المعالق ديال الكريم باتيسري. غادي نضيفو سنيده، ومن بعد نزيدو عليها جوج الكيسان تاع الحليب، ونزيدو جوج المعالق ديال الكريم باتيسري. نحاولوا نخلطوا الخليط مزيان حتى يبان لينا انه ما بقاش الكتلات ديال الكريم باتيسري، يعني الكل خليط عندي متجانس. وانا غادي نزيد هاد فريمونطال كيف ما كتشوفوا عندي في الفيديو. كيهز كي قلت لكم 350 غرام، وانت تقدري تبدليه، ديري يعني ياغورت طبيعي، تقدري ديري بيرلي، تقدري ديري ياغورت ديال البنان على حسب الذوق ديالك. غنخلط الجميع مزيان. انا كيف شفتوا في الاول ضربت غير كاس باش ذوبت سنيده، من بعد غادي نزيد الكاس الثاني ديال الحليب باش يكونوا عندي جوج الكيسان. نعاود نذكركم بالمقادير ديال لاكريم، فيها جوج الكيسان ديال الحليب مع جوج المعالق ديال الكريم باتيسري مع واحد العلبه ديال فريمونطال، يعني الجبن او الرايب كيف كيقولوا ليه. وغادي نحركوهم على البارد، من بعد نشعلوا عليهم العافيه اللي تكون مهيله، ونستمروا في التحريك. ما نوقفش التحريك حيت كنعرفوا بانها الكريم باتيسري كتحرق. نحرك مزيان ونحرص على انها ما تحرقش ليا، حيت الا تحرقت غادي تمشي الوصفه كامله، وغادي تكون الريحه ديال الحراق كاينه في البسبوسه. هذاك الشيء علاش في هذه المرحله ما نوقفش ايديا من التحريك. كيف كتشوفوا معايا انا ما وقفت ايديا من التحريك، بقيت كنحرك واستمريت في التحريك. وانا دات لي الوقت تقريبا دات لي 10 دقائق وهي كتصاوب، غير قطعت الفيديو باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل. من بعد غادي نخوي هذيك الكريم على البسبوسه ديالي، نحاول انني نوزعها بالتساوي. كي كتشوفوا الكريم القوام ديالها رائع، وغادي تشد مازال راسها فاش غادي نديروها في الثلاجه. يعني فاش غادي نديروها في الثلاجه غادي تشد راسها. غادي نحاول انني نوزعها على كامل لاطه ديالي، وتقدر تستعملي بواحد الملعقه ولا سباتيل باش توزعي. الا كنتي انت خليتيها تقالت، الا كنتي خليتي الكريم ديالك تقال، تقدري تستعملي سباتيل او لا واحد الملعقه باش توزعي لا كريم ديالك على الجوانب كاملين. هاد المرحله ما كتاخذش لينا بزاف ديال الوقت، حيت كنديروها في الثلاجه تقريبا كتاخذ لينا مينيموم 20 دقيقه حتى 30 دقيقه كتكون وجدات الكريم. من بعد في التزيين غادي نحتاج واحد طانيط تاع شوكولا، اولا تقدري ديري دانون ديال الشوكولا. التزيين كيبقى حسب الاختيار ديالك، مع جوج المعالق ديال الكاكاو وجوج المعالق تاع الزيت، مع واحد شويه ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني كيف كتقولوا، اولا اللوز اولا الكاجو على حسابك نتيا واشنو بغيتي. من بعد غادي نديرو واحد الاناء نخلطوا فيه جميع المكونات الا كي كنقول لكم الا الفول السوداني. انا كي قلت لكم تقدري تستعملي الكاجو، تقدري تستعملي البيستاش، تقدري تستعملي البندق على حسب انتي واشنو بغيتي. تقدري تخليها هكاك، تقدري تزينيها بشي حاجه اخرى ماشي في هذا الفيديو. يعني انتي التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالك. كيف قلت لكم جمعت المكونات، جوج المعالق ديال كوبي، وغادي نزيدو عليهم دانون ونخلطوهم مزيان مع جوج المعالق تاع الزيت. انايا باش نزين استعملت غير واحد كيف كتشوفوا غير واحد البلاستيكه هي اللي غادي نخوي فيها الخليط ديالي. ملي غنخوي فيها الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا غادي نخوي. وانتيا الا عندك قمع تقدري تستعملي قمع، انا ما كانش متوفر عندي فاش كنصوب هاد الوصفه. يعني ما كانش متوفر عندي، انت الا كان متوفر عندك تقدري تستعمليه. هو كيف كنقولوا راه بلاستيكه قاضيه الغرض، على انني غير ندوز بها خطوط فوق اللاطه ديالي اولا فوق البسبوسه ديالي، فراه قاضيه الغرض. انايا زعما استعملت هاد البلاستيكه وزينت على شكل هاد الخطوط. انت تقدري تستعملي شي تزيين اخر. تقدري كي قلت لكم توزعي داك الشوكولا كامل على البسبوسه ديالك، تقدري ديري غير خطوط. كيف كنقولوا تزيين ابداع، وكل فنان عنده الشيته ديالو. يعني انت تقدري تزيني بهذه الطريقه اللي زينت بها انا،
تقدري تزينيه بطريقتك نتيا. يعني التزيين فهو فن، كل واحد وكيعبر على الفن ديالو في اللوحه ديالو بالشيته ديالو، هذا غير تعبير مجازي. كي كتشوفوا معايا في الصوره انا اختاريت انني نزوقها بهذا الشكل. ودرت على شكل خطوط كامله في بسبوسه ديالي، ومن بعد غادي ندير الكاوكاو الفول السوداني، نزيد نوزعه على اللاطه ديالي كامله من الجوانب، وكنضمن انني نكون كل شيء البلايص قصتهم كي كنقولوا بالكاوكاو او الفول السوداني. نعاود ناكد لكم التزيين كيبقى اختيار كل واحد وكيفاش كيبغي يزين. انايا زينت بالفول السوداني، تقدري تزيني انتي باللوز، تقدري تزيني بالكاجو بالبيستاج، تقدري تخليها هكا كي قلت لكم، تقدري ديري شكلاط بيض، كل واحد وكيفاش كيفاش كيبغي يزين. ونتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، نظرا بانها هي الوصفه الاولى على قناتي في اليوتيوب، وهذا الشكل النهائي ديالها. غادي نحاول انني نقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش جات.